جانبا من تدريبات الزمالك في تقريره التالي. تحد صعب يواجهه أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك، فمهمته الأولى كقائد للقلعة البيضاء في مواجهة المنيا بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم تحمل شعارا واحدا له، وهو إثبات الذات، خاصة بعد حالة الجدل التي أحاطت بتعيينه مديرا فنيا للفريق الأبيض في تجربة لم يخوضها من قبل في هذه المرحلة العمرية أي لاعب مصري. من اول المباراه الجايه ان شاء الله هتشوفوا ان فرقه نادي الزمالك بتلعب كره نادي الزمالك الجميله. يعني نادي الزمالك اتشهر، احنا طول عمرنا واحنا صغيرين اتربينا يا زمالك يا مدرسه لعب وفن وهندسه. هي دي نادي الزمالك، هو ده نادي الزمالك. احنا ما بنلعبش كره الا كده. اي فرقه هتيجي تلعبنا هتحاول تشدنا لطريقه لعبها، احنا اللي هنشدها لطريقه لعبنا. ميران الفريق فاحت منه رائحة الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة ميدو، والذي أكد أنه عكف خلال المرانات منذ توليه المهمة قبل أيام على تدريب اللاعبين على جوانب معينة، مشددا على أنه مستوعب فكره بسرعة. هو من يومه عنده جرأة وقلبه حديد زي ما بيقولوا، وخبراته في التدريب في الاحتراف كبيرة جدا، وتعامل مع مدربين كبار جدا سواء في إيطاليا أو في إنجلترا أو في فرنسا. فأعتقد أن هو قادر إن شاء الله بإذن الله أن هو يقود سفينة نادي الزمالك، وأنا شايف الروح المعنوية عالية جدا للأولاد. يسعى ميدو إلى تخطي عقبة المنيا بنجاح تنفيذا لوعده بإظهار الزمالك في شكل جديد ومختلف. طفرة معنوية بروح شبابية شهدها الفريق الأبيض تحت قيادة ميدو، لكن القول الفصل في مدى نجاح ميدو مع الزمالك سيتحدد من خلال أداءات ونتائج أبناء القلعة البيضاء. أحمد نوير، بي إن سبورتس، القاهرة. بعد